السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير. ما تنسوناش بالجيم والأبينو باش نبداو هذا الفيديو اللي تكلم اليوم على إمكانية الحصول على سيارة دوبلو جديدة عن طريق البنك بالطريقة الإسلامية، أي بنك البركة الذي يشتري السيارة ويعاود يبيعها للزبون. طبعًا كاين بعض الناس وفئة كبيرة من الجزائريين اللي ما يملكش الثمن الإجمالي تاع هذه السيارة اللي هو 289 مليون، وبالتالي يكون عنده ينصوم سيارة تاع 100 مليون، 150 مليون، اللي يحب يشري بها سيارة محترمة وليس أو عوضًا عن الاتجاه إلى السوق وشراء سيارة قديمة. بنك البركة يقترح عدة تمويلات، منها اقتناء هذه السيارة عن طريق دفعة أولية ثم الاقتطاع الشهري لمدة لا تتجاوز 60 شهر. هنا عندنا مثال اللي يدفع 100 مليون كدفعة أولية لهذه السيارة، راح يكون الاقتطاع الشهري تاعو 2900 شهريا، بشرط أنه هذا الاقتطاع لا يتجاوز 30% من الدخل الشهري للزبون. في حالة أخرى، وإذا شخص عنده مبلغ أكبر مثلا 150 مليون، راح يدفع 150 مليون كدفعة أولية، ثم اقتطاعات شهرية تصل حوالي 28 ألف دينار أو 2 ملايين و800 في مدة لا تتجاوز 60 شهر. كاين فئة اللي تقول لك أنه البنك راح يدي هامش ربح كبير معك مقارنة بالسعر الأصلي للسيارة. هي فعلا البنك ما يخدمش باطل، راح يدي هامش، ولكن نقارنوا هذه الحالة بالناس اللي راهي تشري سيارات من الشاوروم ثم تعاود البيع تاعها في الأسواق وفي المواقع كما رانا نشوفوهم، يدو هوامش تصل إلى 50 أو 100 مليون، أو في بعض الأحيان أكثر من ذلك. يعني هذه الحالة تبين لك باللي المهم أنك تشري سيارة بأي ثمن، والسعر تاعها من المستحيل في الوقت الحالي والوقت الراهن أنه تنقص من قيمتها لما تجي تعاود تبيعها. وهذا راجع إلى ندرة السيارات، خاصة بعد توقف العلامات الأخرى، العلامات الصينية وما إلى ذلك. والآن هذه السيارات فيات هي الخيار الوحيد أمام الجزائريين في الوقت الراهن، وبالتالي أظن أن هذه الصفقة مع البنك الإسلامي هذا راح تكون صفقة رابحة لكل شخص يريد أن ينتفع بهذه السيارة على المدى القصير أو البعيد. إن شاء الله نكون فدتكم بهذه المعلومات، وما تنسوش تشتركوا بالقناة باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.